والآن مع فقرة سكرينات زملكاوية. سكرينات زملكاوية دي فقرة هنحلل فيها آراء جمهور الزمالك في كل مرة بيكون العشم واخده إن يكسب الأهلي ويكسب بطولة من الأهلي، وفجأة بتيجي قضية جديدة وتاخد البطولة منهم، وفجأة يطلعوا علينا بآراء ما تعرفش جابوها منين ومبررات وأسباب خسارة الزمالك من الأهلي وحاجات كتير هنشوفها مع بعض. البداية كانت من عند خالد الغندور في نهائي القرن بقضية قفشة، وبعد ما الأهلي كسب الزمالك 2-1 وكانوا الزملكاوية قبلها متعشمين بشكل كبير جدا إن هم يكسبوا البطولة. موجود ساسي وموجود بن شرقي وموجود طارق حامد وموجود مصطفى محمد، موجود الزمالك بنجومه، فكان عندهم عشم كبير ان الزمالك يكسب الاهلي في نهائي القرن. وفجأة بعد النهائي ما بيخلص والاهلي بيكسب بيطلع علينا خالد الغندور ويقول لك ان الزمالك كان ليه ضربة جزاء صحيحة على ايمن اشرف لصالح اشرف بن شرقي، ضربة جزاء لم تحتسب والفار ما راجعش الكرة، وكان واجب عليه يطلب من الحكم يشوف الكرة ويشوف اللعبة. ومش بس كده، ده قارن الحالة دي بحالة مع حالة كريستيانو رونالدو اليوفي مع برشلونة، بيقارن حالة مهاجم اللي هو كريستيانو رونالدو واحد شده فالحكم حسب ضربة جزاء بحالة مدافع المهاجم شده، بيقارنها وعايز دي تتحسب ضربة جزاء رغم ان ده مدافع وده مهاجم، فطبيعي ان المدافع يتحسب ليه فاول مش يتحسب ليه ضربة جزاء. بيقارن دي بدي وبيطلع سبب ومبرر لهزيمة الزمالك في نهائي القرن ان الزمالك كان ليه ضربة جزاء واضحة وصريحة على ايمن اشرف لصالح اشرف بن شرقي ما اتحسبتش. بعد نهائي 2024 في كاس مصر وبعد خسارة الزمالك وبعد ما الزملكاوية تعشموا بشكل كبير جدا ان هم يكسبوا الاهلي في نهائي القرن في نهائي كاس مصر بعد صفقات كتير جدا منها عبد الله السعيد ومنها ناصر ماهر، صفقات كتير الزملكاويه اتعشموا ان هم هيكسبوا الاهلي، وكمان مع ادائهم الجيد واللي احترموا عليه داخل الملعب عملوا مباراه كبيره، فكان العشم واخدهم اكبر ان هم يكسبوا المباراه. فبعد خساره المباراه وبعد ما الاهلي كسب بهدفين مش بهدف، طلعوا علينا الزملكاويه يحللوا هدف امام عاشور. طلع واحد تلاقيه ممكن مهندس مساحه، وطلع ممكن تلاقي واحد نقاش وواحد بنا، وطلع رضا عبد العال، وكل واحد كان بيحلل الهدف انه تسلل مش هدف صحيح من وجهه نظره وبطريقه معينه. اول حاجه كانت من عند رضا عبد العال اللي طلع مع محمد فاروق في تن، وكان بيحلل ان الكوره او الهدف ده هدف تسلل واضح على امام عاشور، وكان بيقيس المسافه ما بين الحارس المرمى وامام عاشور وعبد الله السعيد وحارس المرمى، كان بيقيس المسافه بورقه. تخيل واحد عايز يقنعني ان هو صح وان الكوره دي تسلل واضح، بيقنعني بورقه وبيقيس المسافه بورقه ان امام عاشور تسلل، وبيقول لك تسلل بدراعه وعايز يقنعني. تخيل ان الزملكاويه اللي هم اصلا طلبوا حكام اجانب وقال لك عايزين حكام اجانب علشان نكسب الاهلي في نهائي الكاس ومش هنكسبه غير بحكام اجانب، بيقنعوني او عايزين يقنعوني بورقه ان هم صح، وان التحكيم الاجنبي اللي هم طلبوا بيه ان هو يكون موجود في كاس مصر او في النهائي، عايزيني اكذب التحكيم الاجنبي اللي لا يعرفني ولا يعرفهم واصدق ورقه من رضا عبد العال، او اصدق مسطره من واحد بيقيس على موبايل، او اصدق شبكه عنكبوتيه من واحد عاملها على لابتوب، او اصدق كل واحد زملكاوي حاول ان هو بس يبرر لنفسه ان الكره دي تسلل مش هدف صحيح. يعني انت طالبت بحكام اجانب وجات الحكام الاجانب، الفيصل بيني وبينك الحكم الاجنبي كوره فيها شك ما بيني وما بينك، والحكم خد 3 دقائق لا يعرفني ولا يعرفك، والحكم حسب كوره هدف وهدف صحيح. عايزنا نكذب كل ده والحكم ده ما عندوش انتماء وانتمائه مش واضح، وحكم ما يعرفش مين فينا اهلي ومين فينا زمالك، واصدقك انت اللي ليك انتماء اللي هو الزمالك، اصلا انتمائك الاول للزمالك. عايز الجمهور الاهلي يصدق ان جمهور الزمالك ماشي صح، وان جمهور الزمالك بورقته ومسطرته وشنطه ادوات الهندسه اللي هو بيعمل بيها المساحه واللي هو بيقيس بيها المسافه ما بين امام عاشور والحارس وما بين عبد الله السعيد والحارس. عايز اصدق كل ده واكذب الفار الاوروبي الفار الاجنبي اللي انت طالبت بيه اصلا، اكذب الحكام الاجانب اللي انت طالبت بيها اصلا ان هي تكون موجوده. ده تحليل الزملكاويه، ده اراء الزملكاويه بورقه تلاقيه مثلا بيحلل الهدف، بمسطره على تليفون بيحلل الهدف، بشبكه زي ما قلت عنكبوتيه على لابتوب بيحلل الهدف. كل واحد بيحلل الهدف بطريقته ان الهدف تسلل مش
مش هدف صحيح بنسبه 100%، وعبد الله سعيد رجله مغطيه. الصفقه الاهم لنادي الزمالك. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. اتمنى من كل واحد بيشوف الفيديو ده لو لسه اول مره بتشوف قناتي تشترك في القناه، تفعل الجرس وتسيب لايك وكومنت للفيديو، وان شاء الله يوصلك كل جديد.